نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب من أصل مصري عايش في الدنمارك. في حلقات كتب المهجر هعرض بعض من الكتب اللي كتبت خارج الوطن لكتاب مصريين وعرب عايشين في اسكندنافيا، وأنا بسميها كتب المهجر نظرا لأنها طبعا تأثرت بالثقافة وبالعادات وبالتقاليد الإسكندنافية. والثقافة الإسكندنافية هي مش بس مختلفة عن الثقافة الشرقية، لكنها مختلفة حتى عن ثقافة باقي أوروبا، وده طبعا عكس على نوع الموضوعات وطريقة تناولها بالنسبة لمفهوم حرية الفكر والعقيدة والتعبير وما إلى ذلك، نظرا للنظام الديمقراطي اللي احنا بنعيش فيه. دي السيرة الذاتية للكاتب هنا هون، ودي الكتب اللي نشرت من 1991 لغاية 2022 وطبعت في الدنمارك بالعربية وبالإنجليزية، وجميع الكتب دي بتقرأ مجانا مساهمة لمبدأ إن القراءة للجميع، وأنا هحط رابط تحت الفيديو. كتاب الحلقة دي هو الكتاب العاشر من سلسلة حلقات كتب المهجر، وبعنوان ثورات الربيع العربي بين النجاح والفشل. الكتاب بيسلط الضوء أكتر على التجربة المصرية، اتنشر في سنة 2020 وترجم للإنجليزية في 2021. الكتاب زي ما قلت كتب في 2020، يعني حوالي 10 سنين من بعد ثورة 25، والتأخير ده جه بفايدة لأن عشرات الحقائق والملابسات اتضحت أكتر وأكتر خلال الفترة دي، والصورة أصبحت أكتر وضوحا بعد ما اللي وصلنا فيه حاليا. يعني لازم هنا أنوه أن دكتور علاء الأسواني مشكورا عجبه الكتاب وتفضل بكتابة رأيه على الغلاف اللي هو قدامكم، وأنا طبعا بتشرف بهذا الرأي وبعتز بصداقته جدا. الكتاب طبعا هو إهداء للي ضحوا بمستقبلهم وبأرواحهم، وللي زجوا في السجون وأبعدوا إلى المنفى، إهداء للي قصفت أقلامهم وجفت حلقهم وهم بيهتفوا بسقوط الديكتاتورية والاستبداد. في نوفمبر 2010 شهرين بس قبل ثورة 25 يناير كتبت مقالة بعنوان أيها الناس لا تسمعوا ولا تعوا. كتبته بعد ما فقدت الأمل وأصابني إحباط جامد في اللي بيحصل. يعني بقول في المقال: ولا يهم أن ينتفع الناس بما يسمعون، ولا أن يسمعوا ولا أن يعوا، فليس في الأرض عبرا، وليس كل من عاش مات، ولا من مات فات، فليس في الإمكان أفضل مما هو الآن، كما لم يكن الجاحظ أبو عثمان. في المقال دي ما قدرتش أخفي كمية التشاؤم واليأس بعد ما فقدت حلم إني أعيش اليوم اللي أشوف فيه انتفاضة للشعب المصري وأنا في أواخر الستينات من عمري. أصابني التشاؤم لما من نشاز إن مبارك مثلا يرشح نفسه لولاية سادسة وهو مريض وعنده 80 سنة، وكمان أصابني اليأس إن الشعب بجميع طوائفه لا يريد أن يسمع ولا أن يعي. من حسن حظي أني كنت في زيارة السنوية لمصر الوطن في نفس وقت قيام الثورة، فشفت وسمعت كل التفاصيل وأصبحت شاهد عيان لأيام كانت عصيبة، أيام لا بيع فيها ولا خلاء. الصورة اللي قدامكم دي أمام قصر العروبة، ساعات طويلة في انتظار
تنحي مبارك في 12 فبراير. في ده فهرس الكتاب، المحتويات الكتاب بالتفصيل. وفي في نهاية الكتاب في عدد من المقالات لها صلة بالثورة واللي اتنشرت قبل وبعد الثورة. هنا هو في بداية الكتاب بتكلم عن خلفية الأنظمة الاستبدادية التنافسية للباحث المعروف ستيفن ليفينسكي، وعن التشابه في الثورة الفرنسية وعن حكم الجنرالات، وبعدين عن بداية ثورات الربيع العربي. ولكن معظم الكتاب هو عن التجربة المصرية، بدءا من تفاصيل وقائع الثورة وحتى التنحي، ثم انتخابات، الإسلام السياسي وحركة تمرد، ثم إرهاب الإسلام بعد خلع مرسي، وعن مصر دولة مدنية، وعن واقع الأنظمة العسكرية أنها ليست الحرب، وأخيرا عن الثورة المضادة وفي الأنظمة السلطوية وعن سجناء الرأي. بتكلم في بداية إن ما حققته ثورات الربيع العربي، يعني إنها حققت أحلام الشعوب المقهورة لما انتزعت لهم حريتهم وكرامتهم انتزاع حقيقة، وكسرت حواجز الخوف. ففي خلال أعوام قليلة أطاحت وعزلت وأقصت 6 طغاة استبدوا بشعوبهم عشرات السنين. أطيح بالفاسدين وبحكم الدكتاتور في تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر والسودان، تمهيدا للطريق الدولة المدنية وإلى الديمقراطية. ولا تزال المنطقة بتشتعل بين الحين والآخر بالانتفاضات زي في سوريا والبحرين ولبنان والعراق، والبقية آتية في الدول الملكية والقبلية الدكتاتورية، عاجلا أم آجلا هتحصل يعني. وده طبعا من أجل الحرية والكرامة. ثورة 25 يناير كانت حلم من سنين طويلة لمطالب بسيطة إنسانية أساسية للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وفجأة حصلت في 25 هي أصبحت حقيقة واقع. عشان كده العالم والتاريخ هيأرخها على أنها أهم حدث في تاريخ مصر الحديث، مهما اختلفت الرؤى والآراء، ومهما طالت إخفاقات الثورة، ومهما تكررت محاولات إخفاء حقائقها. ففي 2011 أطاحت بالنظام في مصر، يعني بالنظام العسكري اللي استبد بمصر 30 سنة، واللي مبتدي من 60 سنة من 1952، وكمان في 2013 استطاعت أيضا بسبب ثورة 25 يناير الإطاحة بالإسلام السياسي وفكر إقحام الدين في السياسة. أنا بنفسي شفت الأيام القليلة الأولى وجوه الملايين ونظرتهم المنكسرة ودموع اليأس والأمل والخوف والإرادة، خليط كان غريب جدا شفته في عيون الناس. وشفت كمان لما حاول النظام الالتفاف حول الثورة لإجهاضها في مهد مولدها لينضح بشراسة عن محاولته التآمرية والإجرامية لترويع شباب الثورة ونشر الذعر والرعب وعدم الأمان بين فئات الشعب. ولكن في النهاية إصرار الشعب كان سمة واضحة لهذه الثورة، أبى إلا أن يسقط النظام بأكمله، مش بس عشان
يحاول إصلاحه. ثم جاء التنحي بعد أيام عصيبة بطيئة ليغتصب اغتصاب. طبعا الأسباب متعددة يعني كثيرة، اللي هي كلمة لماذا بتحتويها يعني. وفي عشرات الأسباب المبررات، زي مثلا عدم تداول السلطة والبقاء مدة طويلة في الحكم، زي التوريث والمحسوبية، زي ازدياد معدلات الفقر، زي الإهانة زي اللي كل المصريين عارفينها، وعنف الشرطة مع الشعب، وزي لعشرات السنين الفروق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء. في ده كان نتكلم الكتاب كمان بيتكلم عن المحاكمات، انه يعني الحقيقة الخطأ الأكبر انه في غفلة من الشعب، انه اتنقل مبارك في خطاب التنحي في فبراير، نقل السلطة للمجلس العسكري، ما حدش خد باله، وكان مفروض تتنقل إلى محكمة دستورية وفقا للدستور. الكتاب بيتكلم عن زي ما بقول عن المحاكمات، وازاي تعرض مبارك اللي أطلق عليه الرئيس المخلوع، وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ورمز المؤسسة العسكرية، ازاي تعرض هو وأسرته ووزراءه والفاسدين حوله للإهانة عندما سجنوا وحكموا. حكمت المحكمة المصرية في 2012 على مبارك بالمؤبد و12 عام بالسجن لوزير الداخلية العدلي حبيب العدلي كمسؤول في قتل المتظاهرين غير مسلحين. وفي 2015 حكم على مبارك وأولاده بالسجن 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة. وفي 2015 حكم على مبارك بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد. وكمان اتحكم على رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ورموز الفساد في نظام مبارك بالسجن لمدة تراوحت ما بين 10 و15 عام في عدد من القضايا زي التربح وغسيل الأموال والاحتكار وتهريب الغاز لإسرائيل والكسب الغير مشروع والفساد وغيرها. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين للأسف المحاكمات ما كانتش محاكمات سياسية، يعني للأسف وكان بسببها تدهور بعد كده الاقتصاد والسياسة وجميع مناحي الحياة تدهورت أكتر وأكتر. بالرغم من كل المحاكمات والقضايا اللي استغرقت أوقات طويلة جهد وفلوس وحاجات زي كده، إنما المؤسسة العسكرية في النهاية استطاعت سرقة الثورة وعاد النظام العسكري المستبد لينكر الثورة اللي قام بها الملايين من كل فئات المصريين، وحاول طبعا تشويه الثورة بالأكاذيب على أنها مؤامرة من الخارج أو من الخونة والعملاء. وطبعا ده عمله لم بعد ما أنه احتكر كل وسائل الإعلام. الكتاب برضو بيتكلم عن الانتخابات ودور المؤسسة العسكرية اللي بتعتبر نفسها هي الوطن، واللي فشلت في كل شيء من أيام عبد الناصر لغاية دلوقتي. يعني ما فيش أي مبرر أو ما فيش أي علامة تدل على إن المؤسسة العسكرية نجحت في أي فترة من الفترات. كمان الكتاب بيتكلم عن دور الإسلام السياسي، وهو كمان كان بيعتبر نفسه حامي الدين وعاوز يطبق الشريعة ورجعنا للعصور الوسطى. فكان في الانتخابات دي كان اختيار صعب ما بين الرمضاء والنار. بيتكلم هنا هو برضو اللي هو أثناء الانتخابات، وبرضو محاولة الإخوان من ناحية والجيش من ناحية أنهم يسيطروا على
الناخبين، وفي النهاية أعتقد إن هم اتفقوا مع بعض لتوزيع الأدوار يعني. الكتاب برضو بيتكلم في فصل كامل عن حركة التمرد، وإن الحقيقة حركة التمرد استغلها المؤسسة العسكرية أو استغلها السيسي بالذات يعني. استغلها لكي يخضع الناس من ناحية، ويستخدم فزاعة الإرهاب من ناحية تانية، عشان يفضل الحكم في لا يزال يحافظوا على الحكم في المؤسسة العسكرية. الاعتراض والتمرد بالملايين زي ما موجودة في الصورة، وكلنا فاكرين إنه في اليوم دون الناس كانت نازلة بس فقط لإسقاط حكم المرشد وإسقاط الرئيس مرسي. ليه؟ لأنهم رفضوا انتخابات مبكرة، ولأنهم أقحموا الدين في السياسة، ولأنهم حاولوا تطبيق الشريعة وابتدوا يتكلموا على مزاعم الخلافة الإسلامية. يعني كان واضح أن اليوم ده اللي هو دلوقتي حاليا المؤسسة العسكرية والإعلام وناس كتيرة بتقول إن هو ده اليوم الثورة الحقيقية، مع إنه الثورة الحقيقية هي في 25 يناير، وده كان مجرد امتداد ليها فقط لعزل مرسي. كتاب طبعا بيكتب برضو عن الفترة بتاعت اللي اتعزل فيها مرسي، واللي بعد كده جه إن هو الفترة اللي هو كان فيها الحكم الإخوان المسلمين، زي ما احنا عارفين اتحرقت فيه الكنائس واتسرقت فيها الآثار الفرعونية على أنها آثار وثنية، وتحول طبعا زي ما فاكرين المجلس الشعب إلى وكان المرشد طبعا هو اللي بيسوق كل المسائل دي، وده كان السبب. ولذلك أنا دايما بقول إنه أحسن حاجة حصلت لمصر إنه فعلا الإخوان جم ومسكوا السلطة لمدة سنة، عشان يتأكدوا إن مصر ما ينفعش فيها الشريعة الإسلامية، وما ينفعش الإسلام السياسي. طبعا هنا هو الكتاب برضو بيتكلم عن فض عن الإرهاب السياسي وفض اعتصام رابعة. طبعا اعتصام رابعة اتفض بعنف مفرط، كلنا كنا مش موافقين، مع اننا كلنا كنا ضد، او يعني ناس كتيرة ضد الإخوان المسلمين وضد الإسلام السياسي، إلا إنه الإفراط كان في فض الاعتصام، حتى إنه زي مثلا محمد البرادعي استقال من منصبه ساعتها كنائب للرئيس بسبب إنه كان معترض. والهيومن رايتس واتش وصفت عمليات فض الاعتصام في 14 أغسطس 2013 بأنها واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث. وكتبت نيويورك تايمز: مصر عادت أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك. فطبعا ده للعدل والمصداقية اللي بيقول واحد الحاجات اللي هي كانت غلط والحاجات اللي هي كان زيادة شوية. الكتاب بيتكلم عن إن مصر دولة مدنية، وما ينفعش فيها ما ينفعش فيها الحكم الشريعة والتطبيق الشريعة الإسلامية كبديل للمذاهب والأيديولوجيات السياسية المتعارف عليها. لأن التحول في مصر كان اللي حصل بس في العقود القليلة الأخرانية، لأن مصر زي ما نعرفها
الخمسينات الستينات وجزء من السبعينات والسبعينات وقبل كده، كانت دولة مدنية بكل مقاييس، متدينة معتدلة في تدينها. ولكن اللي حصل إنه بعد ما في يمكن ال30 سنة الأخرانيين ال40 سنة الأخرانيين، بعد ما رجعت العمالة من دول الخليج، رجعت بأفكار سلفية وجهادية وتكفيرية، وشفنا بقى قد إيه الناس اتغيرت، وقد إيه الناس اتحجبت، وكل المظاهر اللي مصر ما كانتش تعرفها يعني. كمان احنا يعني دايما بنقول انه تطويع العقيدة والشريعة عشان تتماشى مع الأغراض السياسية، عشان تتحول لتنظيم مثلا حزبي، طبعا ده هيفقد كل من العقيدة والشريعة الجوهر بتاعها. وحتى لو ان الغالبية في مصر عاوزة الشريعة الإسلامية، فإقحام الدين في السياسة هيقسم الناس إلى شوية المسلم، وشوية داخل الجماعة، شوية مسلم خارج الجماعة، والباقي كفرة، وهكذا. طبعا يعني ما ينفعش دولة تمشي بالطريقة دي. الكتاب كمان بيتكلم عن ظاهرة عسكرة الاقتصاد المصري والإنجازات اللي بيتكلموا عنها. يعني الحقيقة لما يبقى واجبات تقول عليها إنجازات، ما ينفعش، لأنه في مصر فيها ثروات كتير وريسورس كتيرة، ولو كانت حطت الأولويات صح كان ممكن مصر تبقى في حتة تانية خالص. ولكن اللي حصل إن هم عشان ما بيفهموش في السياسة، المؤسسة العسكرية ما بتفهمش في السياسة، فإنهم حطوا أولويات غلط، وطبعا كديكتاتور ما بياخدش استشارة حد يعني. وطبعا حاجة السخيفة اللي كانت بتستخدمها المؤسسة العسكرية، إنها بتحارب باستغلال وجشع التجار والبياعين، طبعا ده خدعة يعني، مش حقيقي وتزييف للحقائق، لأن هو يعني بيعتمد على بقائه بأن هو يروج لفكرة أن هو بيعمل إنجازات وبيعمل، ولكن الإنجازات اللي بيعملها دي نتيجة أن هو بيستحوذ على الأراضي، نتيجة أن هو ما بيدفعش الضرائب، نتيجة أن هو يعني داخل في مفاصل الدولة وممتلك عشرات من الشركات والمصانع. فالتنافس في النهاية طبعا بيبقى تنافس غير عادل، وبيبقى على حساب الاقتصاد العام بتاع مصر والاقتصاد الأهلي يعني. لأنه بيستغل إن هو ماسك البلد، فحتى المجندين كعمالة رخيصة بيستخدمها، ففي النهاية ما ينفعش نقول إن في تنافس يعني. والنتيجة زي ما احنا شايفين هنا إن هو بيعمل إنجازات، ولكن في نفس الوقت في مصايب تانية وفي فقر تاني موجود في الدول، ففي تناقض، ولذلك الفقر زاد والفرق بين الطبقات زاد وهكذا. الكتاب بيتكلم هنا برضو، نرجع لديا اللي هي الإذلال والإهانة لكسب الولاء، إن هم عملوا زي ما عمل الإخوان، إن الإخوان كانوا بيستغلوا إن هم يدوا صناديق الأكل ويساعدوا الناس علشان يكسبوا أصواتهم أو يكسبوا ثقتهم. وده نفس الحكاية، الجيش برضو بيعمل نفس الحكاية، ودي فيها إذلال للحقيقة لكل من الجيش وإهانة برضو للشعب، يعني مهانة للشعب وإهانة للجيش. ووصل لدرجة إنه
زي ما احنا شايفين ان هو انت خلاص الناس بقت تعتمد على الكتاب. بيتكلم برضو عن الثورة المضادة، ومع كل التراجع هتفضل اللي حصل لثورة 25 يناير زي ما شايفين. هتفضل ثورة الربيع العربي تمثل أكبر حراك شعبي في التاريخ المعاصر للشعوب العربية، وبرضو بالنسبة ل25 يناير هتفضل هي أهم حاجة حصلت في التاريخ المعاصر بالنسبة لمصر. الثورة المضادة ما فيش تجارب ثورات عبر التاريخ ما شافتش ثورة مضادة. ممكن الثورة المضادة تنجح، ممكن تتأخر، ممكن تفشل، ممكن تطول، ممكن تقصر، ولكن بتحصل ولها وقتها. الثورة المضادة بتكون على الأقل زي في مصر بسبب الصراعات الداخلية بين الطبقات على السلطة، زي في حالة مصر. ولما نرجع لورا شوية زي كان في الثورة الفرنسية كان كده، وفي الثورة البلشفية برضو كان كده. اللي يساعد الثورة المضادة في مصر هو إن غالبية الشعب أصبح نفسه قصير بعد 25 يناير، والغالبية من الشعب تحولت إلى غالبية صامتة، مغلوبة على أمرها، متقاعسة، لا مبالية، قاعدة على الكنبة، إما إنها مستنية 30 سنة تاني عشان تقوم ثورة، أو إنها في انتظار إنها تبتلى بمتلازمة من نوع ليما سيندروم، لما يتعاطف الخاطف مع الرهينة أو يتعاطف الظالم مع المظلوم. حالة سيئة جدا، حالة سيئة من التقاعس يعني، ومتدهورة لا تبشر بتغيير قريب. كمان اللي بيساعد الثورة المضادة هو طبعا الإقليم اللي حول الأنظمة الرجعية اللي حولنا، الأنظمة الرجعية والملكية اللي بتسيطر على المنطقة العربية عشان تحافظ على العروش بتاعتها يعني. في الكتاب بيقول كمان اللي الأنظمة في فصل كامل بيتكلم على إن الأنظمة العسكرية ليست هي الحل، وإنها لا تفقه في السياسة في تفاصيل كثيرة. ده الجراف اللي قدامكم بيؤكد التدهور اللي حصل في على الأقل الحاجات الأساسية زي ما احنا شايفين كلها حصل لها تدهور، إذا كان في الديون الخارجية، إذا كان في الفساد، إذا كان في معدلات الفقر، إذا كان في حرية التعبير، كلها تدهورت يعني بشكل جامد قوي. ما فيش فترة تدل على إنه ممكن النظام العسكري يحكم وينجح في حكمه يعني. بيقول في حديث بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولكن الغالبية من الشعب المصري حبت إنها تتلدغ 4 مرات من نفس الجحر لما اختارت الحكم العسكري بدل الدولة المدنية من سنة 1952 من أيام عبد الناصر يعني. ومن عبد الناصر مرورا بالسادات ثم مبارك ثم اللدغة الكبرى من السيسي حاليا. ربما الشعب المصري تعود على النوع ده من الحكم لعقود طويلة، زي ما بتقول متلازمة ستوكهولم سيندروم، إنه المظلوم يستمرئ المظلوم الظلم أو عندما تتعاطف الرهينة مع الخاطف، ودي طبعا حاجة سيئة جدا. للأسف في 70 سنة اللي فاتت اتحكمت مصر بحكام عسكريين مستبدين ديكتاتوريين، زي ما عارفين بداية عبد الناصر اللي هو كان بيوصف بأنه هو الزعيم الشعبي المستبد، وبعدين السادات اللي هو المقامر المؤمن، وبعدين جه مبارك الموظف الكسول، ومؤخرا السيسي اللي بيوصف بالبقال الجشع. كانت المحصلة النهائية لتجربة النظام العسكري في 7 عقود من حكم الجنرالات هو دولة مصرية تدهور فيها كل شيء زي ما موجود في الجراف اللي قدام.
الكتاب بيتكلم في آخر فصل فيه هنا هو برضو بنقول الديمقراطية الحل لازم يكون. طبعا مصر ترتيبها سيء جدا في الديمقراطية، وحتى هم مش عاوزين يعترفوا بالديمقراطية، وللأسف نتيجة إن الإعلام موجه ومسيس، فنفس الإعلام يعني بيضلل الناس ويقول إن الديمقراطية دي حاجة وحشة، وكل ما يحصل حاجة بره أي حاجة تحصل يقول شوف الديمقراطية بتاعتهم، وللأسف بيضلل الشعب. وده طبعا الناس لازم تتحاكم، لأنها بتنقل جزء من الصورة، وبتنقل الحاجات خارج سياقها، وفي النهاية توصلها للشعب، والشعب طبعا مغلوب على أمره بيصدق الكلام الموجود في الإعلام بتاعه يعني. هنا هو يعني للأسف أكتر من 70% من المحافظين كلهم من اللواءات الجنرالات، ونفس النسبة ويمكن أكتر جميع المؤسسات وجميع الهيئات تفتح أي حاجة تلاقي الرئيس بتاعها. ده كان مقصود طبعا من المؤسسة العسكرية أو من السيسي، إن هو يمسك مفاصل الدولة، يخلي الشعب يعتمد عليهم في كل حاجة علشان يفضلوا على الكرسي يعني. وهم عارفين طبعا ان هم لو سابوا الكرسي دقيقة واحدة هيتحاكموا وهيتذلوا زي ما حصل لمبارك، وده طبعا مش عاوزين. في نهاية الكتاب اتكلم عن سجناء الرأي من أيام منذ هيمنة النظام في مصر في 2014 كممت الأفواه وقصفت الأقلام لكل من بيعارض النظام طبعا، إما بالمنع المباشر أو بالمضايقات أو بترفيه قضايا أمنية، وإحنا شفنا الكلام ده. في الفصل ده بتكلم عن سجناء الرأي، والمقصود هنا مش بس عشرات الآلاف المسجونين بالفعل وراء القضبان، ولكن كمان الملايين في مصر وخارج مصر المكممة أفواههم، اللي ما يقدروش إبداء رأيهم أو نقد النظام بسبب الخوف والقمع الممنهج اللي بقى جزء من الحياة اليومية ومن النظام. وهنا أنا بتكلم عن ناس لا ليهم علاقة بالإرهاب ولا بالجماعات المتطرفة ولا الجهادية ولا السلفية، ناس عاديا نعرفهم يعني، ومع ذلك مصنفين على أنهم خونة وعلى أنهم عمالة والكلام ده. في نهاية المطاف هو ندون اللي هم بعض من سجناء الرأي صورهم. وفي النهاية لسوء الحظ طبعا أن معظم ثورات الربيع العربي تراجعت، ما تكملتش بسبب الأنظمة الاستعدادية والعسكرية والرجعية والملكية اللي بتسيطر على المنطقة العربية. الأنظمة دي اللي هي بطبيعتها طبعا بتتعارض مع حرية الفكر والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، بتتعارض يعني ما بتفهمهاش حتى. واستطاعوا بقوة أموالهم البترولية تمكين الثورة المضادة وعودة فلول الأنظمة اللي فاتت بتاعت مبارك للحكم في بعض هذه الدول. وطبعا هم أبعد ما يكون عن فكرة التحرر الديمقراطية والدولة مدنية، ودون لأن ده هو اللي بيرعبهم وبيهز عرشهم. جون كينيدي الرئيس الراحل للولايات المتحدة ليه مقولة بيقول: هؤلاء الذين يقمعون الثورات السلمية يدفعون إلى حتمية الثورات الدموية. في النهاية بنقول قد تنتكس الثورات وقد تختطف، ولكنها لا تموت.
شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم مع كتاب جديد.